اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في جلسه جديده هنتكلم فيها عن مباراه الاهلي والجونه. المباراه اللي تمكن فيها الاهلي من الفوز ب 2-0 في مباراه غريبه. بص، المستوى بتاع النادي الاهلي كان عمال يعني ايه، الشوط الاول كان كده، بعد كده طلع، بعد كده نزل، بعد كده الشوط الثاني الاهلي كان احسن وشكل خطوره. نادي الجونه تراجع. يعني هي مباراه بشوف بفكره بقى الاصابات، فكره الصفقات اللي لسه ما جاتش، بعض اللعيبه اللي مستواها نازل. خرجنا منها بثلاث نقط. مباراة كسبنا منها ثلاث نقط، احتلينا فيها الصدارة ب 18 نقطة، حققنا فيها المطلوب والحمد لله. بس مش هنفضل في كل مباراة حاطين ايدنا على قلبنا وبنقول يا مسهل الحال ايه اللي هيحصل. مباراة بيثبت فيها امام عاشور ان هو مركز، هو اللاعب الوحيد اللي مستواه ثابت ومركز بسم الله ما شاء الله مع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة. هدفين بيتوجوا مجهوده النهارده للمباراة الثانية على التوالي. امام عاشور النهارده بيقدم مباراه ولا اروع. اداء، روح، فعليا هو بيتحرك في كل الملعب. النهارده كولر الراجل شافه ان هو بيجيب اهداف، راح مطلع كهربا وراح مخليه هو راس حربه، وفعليا مشت وجاب جون الهدف الثاني. لا، النهارده فعليا امام عاشور يستحق ان هو يكون راجل المباراه. امام عاشور بيقدم اداء ممتاز مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. هو ده يا امام اللي احنا محتاجينه منك، محتاجين منك انك تقدم لنا الاداء الحلو ده وترفع الفريق وهو في اسوأ حالاته الفتره الحاليه. فعلا اللعيب اللي بيكون كواليتي كويس وبيكون يعني بيمتلك مهارات كويسه واداء كويس بيبان في الاوقات اللي زي دي. الاهلي حاليا بيمر بمستوى متذبذب، فانت اللي هتقدر تقود الفريق في الفتره الصعبه دي لحد ما نشوف اللعيبه بقى مصابين يرجعوا، الاداره يا رب يا رب يا رب تعمل لنا صفقات محترمه وتحترم جماهير النادي الاهلي وتحترم ان حجم المنافسات اللي احنا داخلين عليها. بس خلينا نقول مبروك للنادي الاهلي على فوزه النهارده. الاهلي قدم لنا مباراه متوسطه، مش هنقول يا جماعه حلوه، متوسطه المستوى، ممكن فيها ان هو يعزز صدارته للدوري المصري ب 18 نقطه، وبيراميدز بقى في المركز الثاني ب 17 نقطه. فده اداء كويس، بس هل الاداء ده يخلينا احنا كجماهير النادي الاهلي نكون واثقين؟ هل يخلينا مرتاحين كده وبنتكلم بقى احنا متصدرين الدوري وصعدنا بالمجموعات ولسه هنقابل في الجوله الاخيره ممكن نكسبها ونصعد اول كمان من المجموعه؟ لا، بكل امانه لا. الاداء ده مش يطمن ابدا، الاداء ده سيء، الاداء ده يخوف. الصفقات اللي موجوده مش على قد طموحات النادي الاهلي ولا على قد البطولات اللي جايه. انت لغايه دلوقتي نفس ما قلنا، انت ما بتقابلش خصوم قويه. ماتش بيراميدز اللي هيكون مستنيك ماتش مقلق جدا. انت بتتكلم في فرقه عندها في كل المراكز صفقات ولاعيبه كويسه جدا جدا جدا، وبالتالي الفرص اللي بتضيع من المهاجمين اللي قصادك في الجونه واستاد ابيجان ومش عارف ايه، لا هيجي في فرق مش هتضيع الفرص دي. الفرق اللي هتيجي يكون عندها لعيبه ممتازه وعندها مهارات وعندها قدره تهديفيه كبيره هتجيب فيك اهداف. وبالتالي انت محتاج انك تدعم فريقك، ومحتاج انك تحترم راي الجمهور. راي الجمهور اللي هو دايما بيكون صح وترمومتر للنادي الاهلي. يعني النهارده احنا اعترضنا عن فكره ان كابتن الشناوي محمد الشناوي ما بيقعدش على الدكه ليه لمصطفى شوبير، والنهارده اول مباراه محمد الشناوي يقعد فيها دكه لمصطفى شوبير. اذا ده كان بسبب الجمهور، ما تقوليش ده بسبب، لا، بسبب ضغط الجمهور على الموضوع ده. وان الموضوع ده بدات حتى بعد الجمهور ما اتكلم فيه المحللين بداوا يتكلموا فيه. تلاقي وائل جمعه، كابتن وائل جمعه بيتكلم فيه يقول هو انا عايز افهم بس النقطه دي، هو ليه محمد الشناوي ما بيقعدش دكه لمصطفى شوبير؟ اذا جمهور الاهلي هو ترمومتر اللعيبه وترمومتر النادي وترمومتر الاداره، فلازم تسمعوا لجماهير النادي الاهلي. ونفس ما جماهير الاهلي دلوقتي بتقول الصفقات الصفقات الصفقات، 15 الشهر ومفيش ولا صفقه لحد دلوقتي. هل عاجبكم شكل النادي الاهلي ده؟ هل عاجبكم المستوى ده؟ هل عاجبكم ان دكه الاهلي تكون فقيره؟ هل عاجبكم ان احنا بنعاني قدام الجونه وبنعاني قدام نادي زي مثلا اسك ابيجان او حد مثلا في الدوري في الفرق اللي في المتوسطه؟ هل ده هيرضي؟ هل ده هيكون راضي مجلس اداره؟ انا لا اتوقع. الناس دي اكيد اهلاويه، الناس دي اكيد بتخاف على مصلحه الاهلي، بس يا جماعه الوضع غريب قوي. احنا عاملين بنمشي لعيبه ما بنجيبش، احنا بنمشيهم كمان بارقام. يعني انت لما تيجي تشوف بيرسي تاو وتشوف القندوسي، يا جماعه دول مشوا بارقام هبل، ارقام هبله جدا.
والله اعلم دول هيتباعوا لمين بعد كده وبكام. وبالتالي يا جماعه احنا محتاجين نعمل صفقات، ضروري ضروري نعمل صفقات. ما ينفعش الفوز ينسيك الكوارث اللي عندك، وانتصار ورا انتصار ورا انتصار انت هتعتمد بعد كده هوب هتصحى على مصيبه سودة. نتمنى ان احنا ما نوصلش ليها، نتمنى ان احنا نقدم اقل حاجه، بس اقل حاجه احنا نجيب صفقات في يناير يا جماعه، حتى لو صفقات محليه. انا يعني انا مش مستبشر خير لحد دلوقتي، بس يا جماعه يعني مفيش اي اقاويل على اي لاعب محترف، ومفيش اي اقاويل على اي لاعب محلي. الوضع غريب وضبابي الصراحه، موضوع ضبابي. فاتمنى ان اداره الاهلي تحسم الموضوع ده في اقرب وقت يا رب، في اقرب وقت. بين 15 الشهر يا كابتن الخطيب، بين 15 الشهر الوضع ما يطمنش. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المباريات اللي جايه ان شاء الله، وباذن الله باذن الله باذن الله اللي جاي احسن. وخلينا نقول يا رب، وان شاء الله نستبشر خير ونقول ان شاء الله ان الفتره الجايه يكون احسن. بيبدا الشوط الاول ونادي الجونه بيشكل خطوره كبيره على النادي الاهلي في اول 5 دقائق. يعني لعيبه نادي الجونه كانت فعليا في بدايه المباراه بتشكل خطوره كبيره على مرمى النادي الاهلي، على شوبير، والدفاع كان في حاله توهان بشكل مخيف في بدايه المباراه. بس تقدر تقول يعني احنا كلنا لما هتشوف التشكيل في الشوط الاول هتقدر تقول يعني هو ده المتاح، هو ده اللي عندك. هنيجي بقى تقول كولر ومش كولر، لا ما نزلش ليه كريم الدبيس، ده هو مش عارف ايه، مش عايز يلعبه، ده هو بيموت اللاعب ده. دي كلها اختلافات على لاعب، بس انت عندك مين بره اصلا؟ يعني انت لو جيت بصيت هو انت عندك مين؟ عد غنماتك يا جحا. هي الفكره كمان ان يعني اصابات، وانك استغنيت عن لعيبه، ومفيش صفقات. في كل حاجه موجوده في كره القدم دلوقتي بتحصل مع النادي الاهلي. احنا بنعمل كوكتيل مشاكل وكوكتيل اخطاء يكلفنا كوارث في المستقبل، او في المستقبل ليه يكلفنا كوارث دلوقتي. وده بيظهر اهو. ادائك في الشوط الاول كان غريب مريب. تبدا المباراه باول 5 دقائق انت مضغوط، نادي الجونه بيضغط عليك، شوبير بينقذك في كذا كوره. نادي الجونه لو كان عنده بعض اللعيبه بتعرف تستلم وتباص وتشوط على الجول كانت هتك يعني في الماتش ده كان في اول 10 دقائق ممكن يخلص 2-3. يعني في البدايه كده يقوم حاطين فيك 2-3 وخلاص المباراه تعقد، وتخش بقى في قصه وهنعمل ايه وهنسوي ايه ومش عارف ايه. في كوره الولد بتاع الجونه دخل على منطقه الجزاء، اللي هو السعدي دخل منطقه الجزاء. لعبتنا بتتفرج، يعني الراجل المفروض انه كسر الاوفسايد، دخل الكوره يعني ايه طولت منه، استلم الكوره وعدل نفسه ورقص واحد اللي هو كان تقريبا كان كوكا وقام شايط. كل ده واحنا بنتفرج، كل ده وده لاعب يا جماعه الخير. لعيبه الجونه النهارده لسه كنت بقول لو كان عندها بس فكره عن هي ازاي تشوط على الجول هتخلص الماتش، هتخلصه. انت لا نص ملعب كريم ندفد، لا نص ملعب، ولا عندك حد واقف في الدفاع بشكل كويس. الفريق مهلهل، الفريق بجد في حاله، عارف انت مش عارف توصفها. في كوره جات لكهربا تقريبا، جات له من حسين الشحات في منطقه الجزاء، بتلخص معاناه الاهلي. احنا من غير وسام ابو علي ما نسواش اي حاجه. انت من غير وسام ابو علي في قلب الهجوم انت ما تسويش اي حاجه. النهارده كهربا بيعاني يعني كهربا النهارده الكره جات له بيستلم يا جماعه ما هو انا مش عارف اظلمه. انت سايب اللاعب ده على الدكه بقاله فتره واستبعدته في ماتشات كتير، واللاعب بيتعرض لضغوط نفسيه، ولا هيمشي هيروح الدوري الليبي، لا ده هيروح الدوري العراقي، لا ده هيكمل في الاهلي، لا مش عارف ايه. طبيعي هيظهر بالمستوى ده، طبيعي هنشوفه لاعب مهزوز، طبيعي هنشوف لاعب مش عارف يأدي لك اللي انت عاوزه. انت عاوز ايه من مهاجم هو مش واثق في نفسه، ولا انت واثق فيه للامانه؟ يعني انا واحد من الجمهور انت مش واثق فيه، خلاص يا عم امشي يا عم ونشوف هتجيب مين. دلوقتي انت مقعد عشان ما فيش حد مكانه، هتنزل الناشئ سمير، هتشوف هتنزل هتعمل ايه. احنا وصلنا لحاله وحشه قوي 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 قوي. انت اول فرصه جات لك حقيقيه على المرمى كانت في دقيقه 39 اللي هي تسديده قفشه من بره منطقه الجزاء، اللي هي حركه قفشه اللي هو بيقوم قاطم على يمينه ويقوم حاططها، بس الحارس صدها وبس. والفرصه الثانيه اللي هي جت بقى اللي قفشه اللي ضيعها بعديها على طول تقريبا في الدقيقه 40، بعديها بشويه برضو الكوره اتلعبت من امام عاشور راحت لحسين الشحات، حسين الشحات استلمها ورقص شويه، وبعد كده استنى دخول قفشه وبصها له، قفشه طبعا راح رميها في السماء وضاعت الكوره. دي كانت الخطوره اللي عملها في اخر دقائق الشوط الاول.
لكن طول ما الجونه كان ضاغط عليه كان بيشكل خطوره كبيره جدا على شوبير، وكان بيروح يلعب شوبير اصلا. فاداء الاهلي في الشوط الاول حاجه محزنه جدا، حاجه تخليك تخاف. الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك الاهلي بيتحول ان هو يكون في فرقه في المتناول. انت هل يرضيك انك تكون فرقتك فرقه اسمها فرقه في المتناول، تعرف اي فرقه في نص الدوري تعرف تغلبها؟ النهارده فعليا انت بتقابل فرقتين حاجه سيئه جدا، عيان وميت، الاثنين اسوأ من السوق، الاثنين وحشين. جونه سيء وانا وحش عشان ما عنديش لعيبه واصابات وما جبتش صفقات وقصه كبيره كده. حاجه النهارده 15 الشهر، النهارده 15 الشهر ومفيش ملامح في صفقه. انا مش فاهم احنا هنوصل لغايه فين. خلينا نشوف الشوط الثاني ايه اللي هيحصل فيه. بدأ الشوط الثاني بسيطرة أهلاوية بالطول والعرض. الأهلي فعليا نزل الشوط الثاني مسيطر على المباراة، اللعيبة بتتحرك كويس، في فرص، في أداء كويس، اللعيبة نازلة واخدة دشين حلوين كده، مش دش واحد، دشين من كولر. اللعيبة نازلة عايزة تثبت نفسها، اللعيبة عايزة تقدم أحسن ما عندها عشان نحسم المباراة دي، لأن المباراة دي هتخليك على صدارة الدوري لو كسبتها. وبالتالي شفنا ضغط من النادي الاهلي، وفي فرصه جت في الدقيقه 63 من محمد هاني في كوره كده دربكه جت له في منطقه الجزاء، قام شايطها كرباج على طول كده، بس يتالق حارس الجونه ويشيلها ويطلعها ضربه ركنيه. بعد كده الاهلي فعليا انت عمال ممكن كنت تقول ايه، لا السيطره ماشي، انا مسيطر على المباراه ولاعبتي فايقه، لكن فين الهدف؟ فين الحاجه اللي يلا ترجم بقى السيطره دي؟ وفعليا ترجمت في الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق برضو امام عاشور اللي بيقدم مستوى اكتر من ممتاز، بسم الله ما شاء الله خلال الفتره الاخيره. امام عاشور بياخد الكوره 1 2 ما بينه وما بين قفشه بيديها له في منطقه الجزاء، بيدخل على طول امام عاشور ببطن رجله في زاويه الحارس الشمال، فعليا لا تصد ولا ترد. امام عاشور بسم الله ما شاء الله بيقدم اداء ولا اروع مع النادي الاهلي. ويمكن بعد ما امام عاشور جاب الجول وتبديلات كولر في تبديل بخروج كهربا، فبالتالي انت كنت بتلعب يعني مين هيكون راس حربة؟ امام عاشور تقريبا كولر لقاه بيجيب اهداف وما شاء الله ماشيه معاه، قال له طب ما اقول لك ايه، ما فرصتك وجت العب يلا مهاجم. فعليا امام عاشور لعب من اول الدقيقه 68 لحد نهايه المباراه كراس حربة، واثبت نفسه للامانه. امام عاشور النهارده مش اثبت نفسه كمهاجم بس، اثبت نفسه ان هو لاعب بيقدر يسيب علامه في كل مباراه. امام عاشور فعليا بقى اتقل لاعب في النادي الاهلي، ومعاه وسام ابو علي. بعد كده في فرصه جت مرتده، امام عاشور بسم الله ما شاء الله ياخد الكوره ويرقص لعيب مدافعين جونه، ويروح خلاص على منطقه الجزاء، ويلاقي الساعي قطع الكوره ممتاز. الساعي كان قطع فعليا، قطع حلو قوي، امام عاشور يديها له، وفعليا الساعي ياخدها واحده لمسه، الثانيه على طول يقوم شايطها. بس سبحان الله في سوء حظ مع اللاعب ده، وانا برضو مصر ان الساعي هياخد فرصته وهيتالق مع النادي الاهلي ان شاء الله في فتره ما. بس الكوره للاسف تخبط في العارضه وترجع تاني والحارس يعرف يمسكها، وكانت فرصه كانت حلوه قوي. الجول ده لو كان جه للساعي كان هيديله كده يعني ايه اريحيه، اللاعب حس ان هو مضغوط ونازل، انا بنزلش مباراه كامله ما باخدش فرص كتير، فالتفكير دايما دماغه بتكون مشغوله ان انا امتى هاخد فرصتي وي هل امشي من الاهلي واروح اعاره ولا لا. بس قدر الله ما شاء فعل، ركز يا ساعي ما تقلقش، الفرصه هتيجي. وبعد كده امام عاشور بيحسم الموضوع نهائي برضه بعد مراوغه كده فرديه، ويدخل على حدود منطقه الجزاء ويبصيها، الكره توصل لكريم الدبيس. كريم الدبيس اللي بيعمل عرضيه ولا اروع، كريم الدبيس تاني بيصنع هدف تاني للنادي الاهلي بعد مباراه اسك ابيجان، ويعمل بجد تمريره حلوه قوي وعرضيه حلوه قوي قوي قوي. يا كريم بجد تسلم رجليك. وتروح لامام عاشور، امام عاشور على طول يقوم حاططها في المرمى، الهدف الثاني للنادي الاهلي، ويحسم المباراه للنادي الاهلي، ويحسم الثلاث نقط اللي بتخلي الاهلي على الصداره بفرق نقطه عن بيراميدز في المركز الثاني. مبروك للنادي الاهلي. ونرجع تاني ونقول الاهلي محتاج صفقات، الاهلي محتاج صفقات، اللي محتاج لمة اللعيبه مع بعض. النهارده كان من ضمن الحاجات السلبيه الصراحه الكاميرا لما جت على دكه البودلة كانوا عاملين بيضحكوا، الاهلي كان في الشوط الاول كان بيقدم اداء وحش، ما كانش يعني تحس ان في حاجه يعني، لا ده فكره الدكه كده مش مركزه،
والنقطه الثانيه برضو السلبيه، كابتن محمد الشناوي انت كابتن النادي الاهلي، حتى لو انت قاعد على الدكه يا اخي قوم حمس اللعيبه، اتكلم معاهم، اتحرك، وجه شوبير، ما تبقاش قاعد كده بتحس انك مكشر وبتاع. ممكن يكون ده عادي، بس يعني انت كابتن النادي الاهلي لازم الحماس، اللعيبه اللي جنبك بتضحك يعني صحيهم، لا ركزوا في المباراه عشان ممكن اي حد فيكم دلوقتي ينزل. عايزين في حاجه كده غايبه، في حاجه غير مفهومه بتدور في النادي الاهلي، من تاخر الصفقات، من فكره اللعيبه اللي ضربه طناش ومش مركزه، في حاجه ضبابيه كده. نتمنى ده يتصلح خلال الفتره الجايه ان شاء الله، لان الاهلي محتاج ده، محتاج يلم الدنيا، ومحتاج الاهلي محتاج يقفل على نفسه شويه، ومحتاج صفقات. انا تقريبا قلت صفقات في الفيديو ده تقريبا 100 مره، بس فعليا هنعمل ايه؟ احنا محتاجينها، والاهلي فعليا بيمر في فتره يعني مش متزنه، بس نتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه يكون احسن، ومع الصفقات الفتره الجايه نتعشم ان هي تكون خلال ال 15 يوم اللي جايين باذن الله. يلا بشوفكم خير على خير ان شاء الله.